عايزة تعملي الكفتة القمر دي الصوابع الكبيرة المقلبظة دي كل الكمية دي كلها بنص لحمة مفرومة بس. طب ازاي؟ بمكون واحد بس وبيزيدها حلاوة مش بيقلل من طعمها بالعكس. شايفين الحلاوة عاملة ازاي؟ بجد تحفة. اول حاجة ايه المكون ده؟ كوباية برغل وبس. برغل كوباية البرغل دي كترت الكمية دي كلها هتشوفوا بنفسكم ليه بقى. البرغل هنحط عليه مية هيبقى طري وهينفش شوية فهيكتر. ولما بيستوي بيبقى نفس المضغة بتاعت اللحمة دي، عارفينها القوام بتاع اللحمة كده المستوية، فعشان كده مفيش فرق. وطعمه حلو قوي قوي بجد على اللحمة، تحسي ان هي لحمة كلها صافية مفيش فيها اي مكون خالص خالص يعني. لو انت ما جربتوش قبل كده فانت فايتك كتير جدا. كفتة البرغل لا يعلى عليها. اول حاجة عندي بقى بصلاية كمان هنجيبها كده ونبشرها كويس ناعم ونعصرها حلو قوي، وهناخد التفل بتاع البصل ده هنحطه معانا في الكفتة، والمية بتاعت البصل برضو هنسيبها على جنب، محتاجينها ضروري اوعي ترميها. وهتحطيها بقى على جنب، وجنب ده يعني ايه مش هتحطيها بس كده، احنا هنضيف عليها اضافات تانية هقول لكم دلوقتي ايه الاضافات دي. يا اما هتجيبي طماطمايه صغيره وتبشريها وتحطيها عليها، يا اما هتجيبي لو عندك صلصه معلبه حطي معلقه صلصه وحطي معلقه كبيره زيت. يبقى معلقه كبيره زيت على ميه البصل، وكمان يا بشر طماطمايه يا اما معلقه صلصه بس كده. وبعد كده بقى نرجع تاني للبصل بتاعنا. طبعا شايفين البرغل ازاي اتشرب جدا وزاد كده، هتلاقيه زاد وبقى اطرى. هتجيبيه بعد كده هتحطيه على البصلايه اما تعصريه كويس جدا من الميه، احنا عايزينه معصور علشان لو انتي ما عصرتوهوش هتلاقي الكفته بتاعتك ما بقت مش متماسكه، وهتلاقيها بتقع عند يعني مش متماسكه خالص، مش هتديكي الشكل بتاع الكفته ده ابدا يعني. بعد كده بقى عندي فلفلتين كده فرمتهم ناعم. فلفلتين رومي بقى، عايزه تحطي حار اللي انت عايزاه، وممكن لو عايزه تحطي بقدونس حطي. انا ما حطيتش بقدونس يعني مش حابه ان احط بقدونس، طعمها كده جميل، ممكن تحطي عادي براحتك. وبعد كده حطيت بقى اللحمه وملح وفلفل اسود وشويه بهارات لحمه بس كده، ما تكتريش كتير في البهارات بتاعه الكفته. الكفته بهاراتها ما بتبقاش كتير زي الفراخ المشويه او كده. وبعد كده حطيت كمان معلقه صغيره ممسوحه بيكنج باودر. وبعد كده ايه بياض بيضه. البياض البيضه ده اللي هيخليلك الكفته دي ما تقعش ابدا. لو انت عاملاها على جايبه عندك اسياخ حديد بتشوي عليها، او جايبه العصيان بتاعت شيش طاووق دي وبتحشي برضو بتشوي عليها، عمرها ما تقع من السيخ، تبقى متماسكه وحلوه جدا. فلازم تحطي بياض البيضه ده اساسي معانا على الكفته يا جماعه، لان كتير بيشتكي بنعمله وبتقع مش عارفه ايه وبتتشوي، لا مش هتقع ابدا. يعني انا هشويها زي ما انتم شايفين كده. وهوريكم الفكره ان هي تبقى متماسكه ازاي وهي بتتشوي، لان مش هشويها يعني، انا هشويها على شبكه ومش هتقع. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا باجي بقى ايه على اي حاجه عندك على معلقه، على اي حاجه كده رفيعه زي كده. وهاتي اللحمه بتاعتك ده عندي ايه السيخ بتاع الشوايه بتاعت الفرن، عملت عليه بتصبعيه كده وبتبلي ايدك بقى ايه في الخليط بتاع ميه البصل والصلصه وكمان الزيت اللي احنا عملناه. لازم تبلي ايدك كده وتبقى من بره كده الكفته يعني ايه بتصبعه بيها. دي بجد بتديكي اللون بقى وتديكي اللمعه والريحه الفظيعه وكل حاجه، يعني هي داخله يعني مهمه جدا. بعد كده بقى ايه اقول لكم انا الطريقه اللي بسوي بيها. انا عندي الفرن الكهرباء بيبقى معاه طبعا يعني شبكه صغيره كده، فانا بحط عليها، ممكن تحط على طول على الشبكه بتاعه الفرن وتحطوا ان طبيعي، حطوا تحتها كده الصينيه فيها شويه ميه عشان اي دهون تنزل في الصينيه بدل ما تنزل على الارضيه بتاعه الفرن بتاع البوتاجاز وتبهدل لكم الدنيا بقى دخان وحاجه كده يعني استغفر الله العظيم. فاحنا نعمل الحركه دي، انا بعملها بقى عليها وبعد كده احط الشبكه دي فوق الشبكه بتاعه الفرن بتاع البوتاجاز. فبتبقى طبعا الفتحات دي بتبقى اضيق شبكتين فوق بعض، وشبكه الفرن بتاع البوتاجاز كمان عندي اضيق من كده، فبتستوي حلو جدا. شايفين بقى اللون يا جماعه والطراوه فظيعه بجد والله تحفه يعني. جربوها هتدعوا لي. انا عارفه يعني من ادم يا اما يعمل اكله وما يقولكيش اسرارها فعلا وتبقي شايفه الشكل حلو وتيجي تجربي تخسري يعني الفلوس لان الحاجه بتتكلف فحرام. فابتدي عليه، انا هتدعي لي ان شاء الله انا واثقه.